إصدار شهادة 40% بالبنوك، وأيهما أفضل الشهادة ال40% بالبنوك أم الشهادة ال30% بالبنك الأهلي وبنك مصر؟ تعال نشوف تفاصيل الشهادات الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك في السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. فبعد ارتفاع أسعار الفايدة من البنوك والتسابق من البنوك لجذب كثير من العملاء بعد رفع أسعار الفايدة، خصوصا سواء على الشهادات أو الحسابات أو أذون الخزانة وغيرها، وأيضا بعد التحدث عن قرب إيقاف شهادات ال27% السنوية في البنك الأهلي وبنك مصر، وأيضا الشهادة الشهرية 23.5% بالبنكين. بدأ بعض البنوك إلى إصدار شهادات جديدة بأعلى العوائد لتنافس البنوك الأخرى لجذب مزيد من العملاء، وخصوصا مع توقع كثير من المحللين ببدء نزول أسعار الفائدة في الأيام القادمة، وخصوصا بعد الفدرالي الأمريكي ما ثبت أسعار الفايدة. وهنا بدأ الكثير في التحدث: هل الاجتماع القادم بداية النزول أم تثبيت الفايدة مرة أخرى؟ ولكن هنا بدأ كثير من العملاء بالتساؤل عن أعلى الشهادات المطروحة في البنوك، وهل أربط الشهادة ال40% أم الشهادة ال30% بالبنك الأهلي وبنك مصر؟ لأن البنك الأهلي وبنك مصر أصدروا شهادات 30% المتناقصة، أول عام 30% وتاني عام 25% وتالت عام 20% في البنك الأهلي. كما تم إصدار شهادات أخرى سابقة هي ال40%. الشهادة ال40% للناس اللي متعرفهاش، دي شهادة أصدرت في البنك العربي الأفريقي في جميع فروع على مستوى الجمهورية، الدفع فيها بيكون مقدما. الشهادة دي شهادة لمدة 3 سنوات، العائد فيها بيكون مقدما 40%. أما الشهادة ال30% دي شهادة خلال 3 سنوات، أول عام 30% وتاني عام 25% وتالت عام 20%. يعني لو انت استثمرت مبلغ 100,000 جنيه، أول عام هتاخد 30,000 جنيه، هتحصل على 25,000 جنيه، تالت عام هتحصل على 20,000 جنيه، يبقى المجمل كله 75,000 جنيه في نهاية المدة بعد كل عام. أما الشهادة ال40% هتحصل على 40% دفعة واحدة عند ربط الشهادة ال100,000 جنيه، هتحصل على 40,000 جنيه مقدما. هنا بقى الشهادة دي بتناسب البعض وما بتناسبش البعض. بتناسب البعض اللي هم هيستثمر ال40,000 جنيه مرة أخرى، سواء في أذون خزانة، سواء في شراء ذهب أو شراء عقارات أو غيرها من الاستثمارات. أما اللي مش هيستثمرهم هيكون مدخرات، فأفضل ليه الشهادة ال30%، لأنك هتحصل في نهاية المدة 3 سنوات على 75,000 جنيه. وانت حضرتك اللي بتقرر تربط أي شهادة، ولك حرية الاختيار. وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنساش الفيديو القادم هيبقى هام جدا عن الشهادات القادمة.